السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا عن حصالة ال100 يوم. طبعا كلنا أو من حوالي سنتين سمعنا عن حصالة ال100 يوم، وأنا عملتها بالفعل. يعني أنا عملتها وجربتها بصراحة، يعني فشلت معايا مرتين. تمام، يعني حسيت بالإحباط إن هو محتاجة أحط 100، محتاجة أحط 99، محتاجة يعني أرقام بصراحة مش هتقدري توفريها في خلال 3 شهور. تمام، بس أنا المرة دي عاملاها بفكرة جديدة. هتسهل علينا الدنيا، مش هتخليكي تحسي بالإحباط، مش هتخليكي تدوري على إيه، إنك انت تفكيها بقى إن خلاص أنا مش هقدر أعمل كده أصلا. وفي ظل الظروف اللي احنا فيها اليومين دول يعني زياده في الاسعار، ومفيش زياده في القبض. حتى القبض بتاعك يعني مش هيكفي ان انت تحطي في خلال 100 يوم تحطي 5000 وشويه في الحصاله. تمام، او انك تحطي كل يوم 100 جنيه، حتى لو من اول الشهر. يعني انت يا دوب نحط 50. يعني في ناس تقدر تشيل يعني، بس في ناس تانية ما تقدرش، اللي هو على حسب الظروف. اللي هو لو ممكن انا معايا مثلا 10 جنيه، هشيل 5 جنيه مثلا للولاد، وهشيل ال5 جنيه التانية احطها في الحصالة. مش هقدر احط ال10 جنيه كلها في الحصالة. تمام، في ناس كده وفي ناس كده، كل واحدة بحسب ظروفه. انا بتكلم عن الظروف الناس اللي زيي. تمام، اللي هم قبضهم يا دوب 3000، بيدفعوا منها التزامات، وكمان بيعيشوا منهم. تمام، عشان قبل كده في واحدة قالت لي 3000 بتكفي اكل وشرب. طب لا، هي مش بتكفي اكل وشرب بس، ده هي بتكفي اكل وشرب والتزامات، يعني حاجات تانية يعني. تمام، اقساط مش عارفة ايه. احيانا الواحد بيدخل فيهم الحاجات دي عشان خاطر تمشي معاهم الدنيا. تمام، دروس ابني، دروس لبنتي، مش عارفة ايه، من خلال ال3000. تمام، فاحنا كده ماشيين حلو يعني، وماشيين الحمد لله مظبوطين. تمام، فعايزه اقول لكم على الفكره بقى انا عملتها تاني بعد تجربتين فشلوا. تمام، بصراحه ما قدرتش، وجاني احباط منها يعني وكده. تعالوا بقى اقول لكم على الفكره الجديده. طبعا اللي ما يعرفش الفكره بتاعه الحصاله بتاعه ال100 يوم، هو ان انت بتكتبي من 1 ل100 ارقام. تمام، من 1 لحد 100. تمام، وكل يوم بقى انت معاكي جنيه هتحطي قدام الواحد، معاكي 2 جنيه هتحطي قدام ال2 جنيه، معاكي 100 هتحطي قدام ال100 وتعلمي علامة صح. تمام، بس محتاجة ان انت تحطي مبلغ كل يوم عشان ما تحسيش بالاحباط، وعشان الواحد بيحب يحط فلوس كل يوم في الحصالة بتاعته. فانا لما احط 100 جنيه في اول يوم، تمام، او اول الشهر مثلا، تاني يوم اكيد في الشهر مش هقدر احط 99 ولا 98 ولا 97 ولا التسعينات دي خالص، ولا الاربعينات كمان. تمام، فطيب يعني انا لو خلصت دول لحد 20 مثلا، تمام، هبدأ ازاي احوش في الباقيين دول؟ هبدأ ازاي امشي نفسي في الباقيين دول؟ طيب انا عملت فكرة جديدة. جبت الحصالة اهي، وكتبت من 1 ل100 اهي. تمام، و هنبدأ مع بعض مثلا نحط 1 2 3 4 لحد 20. تمام، طيب انا دلوقتي معايا بعد ما خلصت ال20، مش معايا 21 و22 وكده، معايا جنيه واحد. تمام، مش معايا 20 جنيه، معايا جنيه واحد. طيب هكتب هنا واحد، واعمل علامة فاصلة. فاهمين ازاي؟ طيب انا دلوقتي معايا 5 جنيه، هحط 5 جنيه، هحط 5. تمام، وهعمل فاصلة. تمام، تاني يوم بقى معايا 3 جنيه بس، هحط 3 جنيه واعلم فاصلة. او ممكن نجيب ورقة صغيرة كده اهي، ونكتب فيها مثلا، هنكتب هنا من فوق كده الرقم اللي احنا عايزين نكونه، مثلا 21 جنيه. تمام، فانا هحط الورقة دي هنا، هلزقها هنا بأي لزقة عندك، سولوتيب، اي حاجة. تمام، هلزقها هنا كده، وبعدين هكتب عليها هنا واحد. حطيت جنيه واحد فهعمل فاصلة، حطيت 5 جنيه هعمل فاصلة، حطيت 3 جنيه هعمل فاصلة، حطيت مثلا 6 جنيه هعمل فاصلة، لحد ما يكون لي عندي 21 جنيه. اول ما يكون لي 21 جنيه اروح اعمل كده اهو، اشيل الورقة واكتب هنا، اعمل علامة صح قدام ال21 جنيه كده اهو. فهمتوا ازاي انا يعني عملت يعني بدأت فيها؟ اللي هو ما تحسيش بالإحباط، اللي هو كل يوم عايزة تحطي فيها مبلغ معين.
تمام، مش مبلغ معين اللي معاكي تحطيه. بس انت خلصت دول، خلصت الحاجات السهله دي البسيطه يعني. تمام، فخلاص كده مش هتقدري تحطي حاجه تانية. هتقولي طب انا هحط ال 21 جنيه ازاي، احط ال 22 جنيه، مش معايا 22 جنيه فمش هحطهم. لا، او ممكن حاجه تانية، تجيبي برطمان صغيره، البرطمانات الصغيره دي بتاعت المربى او اي حاجه يعني، وتخليها عندك وتحطي كل يوم فيها مثلا 2 جنيه. تمام، لحد ما تكوني بقى ال21 او تكوني 22، وكل مره تاخدي لك 3 4 ايام. ما تحسبيش بالايام، ما تحسبيش ان انت في خلال 100 يوم هتعملي مبلغ 5500، لا، او 5050 جنيه، لا. حطي في دماغك ان انت عايزه تحوشي لرمضان مثلا، من دلوقتي لحد رمضان. شوفي مش معاكي 100 يوم، لا، معاكي 300 وحاجه يوم. تمام، معاكي كذا كذا شهر هتقبضي فيه ان شاء الله، يعني حوالي 10 شهور ولا حاجه، هتقبضي فيهم المرتب كامل، اللي هو ممكن تاخدي مني 50 جنيه. تمام، تاخدي 50 النهارده، الشهر ده انا هاخد 50، هضيف 50 هنا، ماشي، وهسيب الناحيه التانية. تمام، اجي الشهر اللي بعده قبض، هحط 50 برضو كده. تمام، وهعمل علامه على ال100 جنيه. الشهر اللي بعده بقى تقدري تعملي كده في ال99 وال98 وال97 وال96، نفس الطريقه ونفس النظام. اما الحاجات البسيطه اللي هي 21 و22 والكلام من ده، فزي ما قلت لك ممكن تجيبي برطمان صغيره، او ممكن تجيبي ورقه صغيره تحطيها كده عشان تعرفي انت عديتي كام. تمام، وتلزقيه كده على الحصاله بتاعتك، بحيث ان انت تضيفي الفكه اللي معاكي. ما هي الفكه هتكون لك لما يتجمدوا هيكونوا مبلغ. فانت عشان تكوني مبلغ، ضيفي الفكه اللي معاكي، وضيفي معاها حطيها على الورقه، او حطيها في البرطمانه الصغيره او الحصاله صغيره، بحيث ان انت تاخديها وتحطيها تاخدي من البرطمان على طول يعني، وتحطيهم هنا. تمام، وممكن برضو تجمديهم وتخليهم 20 ورق يعني، وتحطيهم في الحصالة. بس يا حبايبي كده، طبعا الفلوس الفكة اللي هتكون معاك هتكون فاضلة منك من السوق، هتكون فاضلة منك من أي حاجة تقدري توفري منها يعني. أو يعني العيدية بتاعت الولاد مثلا، تقدري تحطي يعني تقدري تحطي منها، لو معاكي العيدية بتاعت الولاد موجودة لحد دلوقتي، تقدري تضيفيها هنا، أو تاخدي منها 50 أو 60 جنيه، تحطيها في الحصالة بتاعتك. مثلا يعني اشتريتي حاجة ووفرتي. تمام، الشهر اهو هيبتدي خلاص، ممكن تجيبي يعني في حاجات بتكون فاضلة من رمضان، من شهر رمضان عندنا، لحوم مثلا، رز، مكرونة كده. لا، ممكن تعملي ايه، تجيبي المكرونة والرز. انا عندي مثلا 2 كيلو رز. تمام، 2 كيلو رز دول انا احطهم في الحصالة. فاهمين ازاي؟ عندي كيس مكرونه، فتمن انا بدل ما اشتري كيس مكرونه، لا، تمن كيس المكرونه اللي انا كنت هشتريه احطه في الحصاله. هشتري مثلا كيسين ملح، انا عندي كيس، وعندي وراح اشتري كيس ملح. تمام، فانا احط 8 كيسين الملح، احطهم في الحصاله. فهتفرق يعني، هتفرق معاك في التحويش. ان انت مثلا الولاد واخدين مصروف يعني، في الاجازه في المدارس كده بياخدوا مصروف، اللي هو كل واحد مثلا 5 جنيه، يعني اقل حاجه دلوقتي بقت ب5 جنيه. فانت مثلا عايزه تشتري حاجه ب5. تمام، لا، ممكن توفري وتجيبي مثلا فشار ليهم كلهم، وتاخدي المصروف بتاع اليوم ده كله وتحطيه في الحصاله. هتفرق قوي معاكي. ممكن برضو من اول ما تقبضي تشتري الفشار والفنكوش وتخليهم في البيت، واول ما يحتاجوا الولاد حاجه تاخدي الفلوس بتاعتهم وتحطيهم انت في الحصاله. برضو هتفرق معاكي، وهتفرق في حصالتك، وهتفرق ان انت يعني هتخلصي التحويشه بسرعه. تمام، آه عايزه اقول لك بقى، عشان ما تحبطيش، ما تحوشيش على اساس ان 100 يوم 100 يوم، لا، حوشي على اساس ان انا لسه معايا يعني معايا وقت حلو. كمان حطي هدف قدامك ان انت عايزه تحوشي، عشان خاطر كلنا عايزين نحوش في رمضان، عشان نشتري اللبس للولاد، عشان نشتري خزين رمضان، عشان تمام، عشان ما نحسش بس بالزنقه ايام رمضان. وخصوصا السنه دي كل الناس اتزنقت في اللبس، واتزنقت في الخزين، واتزنقت في الدنيا دي. تمام، عايزه تعمليها مثلا على عيد الضحيه، اهو عيد الضحيه قرب. تمام، تقدري تعمليها، بس مش هتعمليها ب100 يوم، او لو تقدري تعمليها ب100 يوم اعمليها ب100 يوم. ابدأي اعمليها ب30، يعني انزلي من اول 30 كده،
هتكتبي من 1 ل30، وكل فترة حطي 30، حطي 29، 28. برضو لو ما قدرتش تحطي ال30 29 ورا بعضهم من دلوقتي لحد العيد، هتقسمي ال30 دي على كذا حاجة زي ما وريتك في الأول. تمام. حاولي على قد ما تقدري تعملي الموضوع ده، هتنفعك قوي. طيب ما قدرتيش تعملي الحصالة، او انتي من النوع اللي بتفشلي في موضوع الحصالة ده وبتفشلي ان انتي تحوشي، احلى حاجه من دلوقتي لحد رمضان 10 شهور تقدري تدخلي في جمعيه. انت لو دخلت في جمعيه وقبضتيها الاخيره، تمام، ب100، ب100، ب200، ب300، انت براحتك. شوفي انت بتقدري توفري كام، او في التزامات ايه عليكي مش هتدفعيها مثلا الشهر ده. مثلا لو قسط خلص عند حد، لو مثلا بتدفعي اقساط والقسط خلص، تمام، تقدري تاخدي الفلوس بتاعت القسط دي تدفعيها تدخلي بيها في جمعيه، تقبضيها الاخيره او تقبضيها قبل الاخير كده عشان تشتري حاجات رمضان قبل الزحمه. تمام. هتفرق معاكي قوي. قدامنا حوالي 10 شهور، متهيألي كده 10 شهور ولا 11 شهر، تمام، تقدري تعملي فيهم الجمعية دي. هتفرق معاكي قوي. الجمعية كمان التزام منك بالفلوس كل شهر، لان لو مش هتلتزمي بالحصالة يبقى خليك في الجمعية احسن. تمام. دوري بقى على جيرانك في العمارة. طبعا كل الناس عارفة موضوع الجمعيات ده. دوري على جيرانك في العمارة، اصحابك، اخواتك، مرات اخوكي، مرات مش عارفه مين كده يعني. لموا مع بعض واعملوا جمعيه حلوه قوي، هتفرق معاكم وبتفرق في الزنقات. يعني ممكن تبدلي سهم بالسهم. يعني كل واحد وظروفه، وكل واحد بيحب يمشي الجمعيه بتاعته ازاي. تمام. بس كده حبايبي، حبيت اقول لكم الفكره، وحبيت اوضح لكم فكره، اسهل لكم عليكم فكره الحصاله بتاعت ال100 يوم دي. واتمنى منكم الفيديو لو عجبكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. واي فكرة تانية هتيجي في دماغي يعني هقولها لكم. وانا اصلا بدأت فيها خلاص. هكتب ال100 يوم خلاص وهبدأ فيها بالفلوس اللي تيجي عندي. وإن شاء الله كل فيديو أو كل شهر هفكركم بالحصالة بتاعتنا، وهفكركم بنحط فيها كام، وهوريكم نحط فيها كام. وإن شاء الله نفتحها مع بعض على خير إن شاء الله في رمضان 2025 بإذن الله. عايزة تبدأي من دلوقتي تعملي العيد الأضحى، تمام، عايزة تبدأي تعملي حصالة رمضان، مش هتقول لا يعني. وإن شاء الله كلنا نقدر نحوش، وكلنا نقدر ندبر ونوفر بإذن الله. وكل واحدة ليها طريقتها وليها دماغها اللي تقدر توفر بيها. تمام. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اتمنى منكم اشتراك في القناة ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.